السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وانا نفسي بتعلم منه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انت كده طب تخليني ناخد سياده المستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ربنا يخليك سياده المستشار. يعني عايزين نطمن جمهور نادي الزمالك على الاجتماع اللي تم ومع مستر ايناسيو ومع لاعبي نادي الزمالك. لا، هو الاجتماع مع نفسه وخلاص، لكن في معامله بتتعمل على الفريق من بعض اللعيبه. النهارده سياده المستشار. نعم. النهارده سياده المستشار يعني فاضل تقريبا اقل من ساعتين على المباراه. الشناوي قال لهم مش ماليش مزاج العب النهارده. احمد الشناوي. والاخ جنش مش عايز يجي معاهم، قال لك ما العبش احتياطي. دي لعيبه يا جماهير الزمالك، دي لعيبه. نزل بيان على الموقع النادي، واحد بعت لي بيقول لي ايه النهارده عشان الانتخابات قربت. الانتخابات اصلا قربت، وكل واحد عارف لعيبه قال له اشتغل يلا. حضرتك شايف ان في مؤامره سياده المستشار؟ طبعا اخي الشناوي النهارده لسه ماليش مزاج العب. مالكش مزاج ليه؟ انت في العزبه، انت بتلعب في الحوش. المؤامره دي هتطول كمان لعيبه نادي الزمالك سياده المستشار، ودي هتبقى كارثه. الجماهير تبقى عارفه ولا تحملوا الراجل المسؤوليه. خلاص الراجل هيعمل ايه؟ وايمن طاهر قال له سليم، والدكتور قال له سليم، هو التاني ماليش مزاج يلعب. وجنش ماليش مزاج يجي عشان ما يلعبش احتياطي. دول العيال اللي كانوا ملالين بقوا ملالين. دول عيال الكومبارس اللي بقوا نجوم يا جماهير الزمالك. ما تحملوش الراجل مسؤوليه، ما تحملوش يعني سياده المستشار بالتاكيد نادي الزمالك كبير واكبر بكتير من اي لاعب ايا كان اسمه، وبالتالي ولا يعني بص انا عندي استعداد السنه دي لا كاس ولا دوري ولا صور ولا اي بطوله، بس اتخلص من المتآمرين عشان الجماهير تبقى عارفه. عشان نزل بيان وبعت له رساله، رسمي هو والتاني. استنى خليك معايا ثانيه واحده مع حضرتك سياده المستشار. يعني هل حضرتك اتخذت قرارات؟ حضرتك اتخذت قرارات بعد البص يا استاذ الفاضل. كل واحد فيهم راح له الرساله دي. انت بتهرب من مباراه الزمالك وطلائع الجيش ورافض اللعب من غير سبب، مشتركا في مؤامره لهزيمه الزمالك وخروجه من كاس مصر بعد الخساره المهينه في الدوري والخروج المذل لبطوله افريقيا. دي مؤامره يا باشا. تمام. بحملك المسؤوليه الكامله في حاله هزيمه الزمالك وخروج الكاس ورحمه امي الحساب عسير. لو انت مين حرام عليكم، خساره فيكم جماهير الزمالك المحترمه. اتفضل يا استاذ. لا دي مش رياضه. شوفوا مين اللي بينخر في الفريق، شوفوا مين اللي خلاه يطلع من جول ومن نص جول عشان يخش جول. كمان بتحمله جزء من كل متآمر. والمره دي مش هتعدي على خير. لو حصل اي اخفاق هم الاثنين متحملين المسؤوليه. قول لي انا حاسب المدير الفني ازاي وحاسب ايمن طاهر ازاي، والاثنين هو قال له مش عايز العب. دي صراحات على لسانهم يا سياده المستشار. يعني الشناوي قال مش مزاج العب، وجنش متهرب بقاله. يا ابو سريع انا قبل ما اكلمك بكلم طارق الدكتور، بكلم ايمن طاهر اللي بيتكلم عربي المدرب اللي لسه ليه ما فيهوش حاجه بس مش مزاج يلعب. حاجه بتكلم على جنش وحياه لا انا بتكلم على الشناوي. لا جنش من اول 7 دول 8 10 12 بيقول لك اصل الحوت تعبان وانا مش عارف الولاده امتى. اي كلام خلاص. وحياه بورسعيد الجميله المحترمه اللي انا بحبها وبعشقها ما هتفوت المره دي الشناوي وما هتعدي. هل هيتم عرضهم للبيع يا سياده المستشار ولا لسه ما اتخذتش قرار؟ بعد الماتش انما احنا في رجاله في الملعب. انا عايز لو لاعب 50% مهارات و100% قلبه بيحب النادي فوق دماغنا، خد بالك. تمام. انما احنا بقالنا 3 سنين عايشين في مرار. في مرار اجوان بتخش عبط. السنه اللي فاتت واللي قبليها. فانا بقول اهو اذا كان اللي بيخطط للانتخابات فاكر ده هيأثر في الانتخابات، انت عبيط بجد. ان شاء الله لو في 50,000 جايين مرتضى منصور 49,900 بامر الله جمعيه اميه. ليه الناس عارفه اللي اتعمل في النادي واللي اتعمل في الكوره واللي اتعمل في اليد. تمام. خلاص ابتدوا يشموا ريحه المؤامره. النهارده عندك ماتش مهم في الكاس. طلع الجيش ده مش انت بتلعب فريق صغير. فرقه محترمه. انا لسه كنت بقول الحقيقه فرقه محترمه قبل الماتش بساعتين تقول ماليش مزاج اصل انا ظهري بيوجعني، واخد بالك اي كلام.
اي كلام. هل ممكن العروض يا سياده المستشار اللي جايه لاحمد الشناوي ممكن تكون اثرت عليه في تفكير الفتره دي؟ ما فيش عروض جات له، انا اللي بقول لك مفيش. العرض اللي يا راجل ده عبد العزيز السيسي ولا عبد الرزاق السيسي ده اللي لسه جاي لنا ما لعبش، جاله عرض من نجم الساحلي فهو ما فيش الكلام ده. طيب واللي بيجي له عرض بنمشيه. سياده المستشار هل مؤامره حقيره انا بقول اهو هذه مؤامره حقيره ضد نادي الزمالك والحساب عسي ولا حاجه. انا بقول لك مش بعد الماتش، بقول قبل الماتش اهو. قبل الماتش والوقت بيكلموني وانا طالع من الاتوبيس قلت لهم سدوا حيلكم واحنا عايزين رجاله. تمام ربنا يوفقهم ان شاء الله إن شاء عشان الله. التمرين ليهم حساب ان شاء الله. الثاني يا شناوي وحياه شعب بورسعيد كله ما انا سايبك، وحياه شعب بورسعيد كله اللي انا بحبه وبعشقه ما انا سايبك ولا بعديها لك يا شناوي. انت وجنش اللي بقاله 8 اشهر وما انت وانتوا بتتخلوا في استخدام ازاي؟ قول لي ازاي؟ هو انت مش كنت في المصري ما حدش واخد باله منك مع اصحاب الفريق المصري تمام؟ هو انت دخلت المنتخب وبقيت رقم واحد في المنتخب ليه؟ من الزمالك ما حدش يقدر ينكر ده يا سياده المستشار، ما حدش يقدر ينكر. الزمالك جاي النهارده ماتش مهم ما فيهوش هزار، ده كاس، انت فاضل لك في البطوله المحليه كاس تمام؟ عايز تخرجنا منها؟ ها؟ طيب سياده المستشار هل خبر وجود محمد عواد على يعني في المفاوضات الفتره الجايه مع نادي الزمالك؟ اقسم بالله العظيم لا حد اتكلم محمد عواد ولا عايز محمد عواد. مفيش خبر غير صحيح. محمد عواد بص ما الموضه الجديده بقى اي عيل عايز يلعب ناديه يقول له الزمالك. لو عواد راجل يطلع هو راجل. لو عواد راجل يطلع يقول مين في الزمالك كلمه. تمام. هو راجل تمام. يطلع يقول مين في الزمالك كلمه. انا حضرتك عارف ان انا دايما باخد الاخبار من حضرتك لان حضرتك يعني انا بقول لك لو عواد راجل بجد يطلع يقول فلان الفلاني كلمني. تمام. سياده المستشار مشكله رزاق سيسي وتصريح الاستاذ حسن عبد القادر انه رزاق سيسي متواجد في قائمه اسوان ل 2021 وانه طالب 15 مليون جنيه. بص اتفضل. حسن صاحبي ونادي اسوان ده نادي عزيز علينا كلنا زي المدينه. الدكتور حسن عارف ان رزاق معار ب6 اشهر. معار لنادي اسوان 6 شهور. ب6 اشهر وعارف انه مش ملكه واي عقد هيظهر بخلاف ذلك هيبقى عقد مش مظبوط. مع احترامي الدكتور حسن راجل مؤدب ومحترم وصاحبي اعتز بيه بالمدينه. احنا جالنا خلاص الموافقه من النادي بتاعه الاصلي او الاكاديميه الاصليه اللي هي بتبيعه. فبقول للدكتور من فضلك عشان كده احنا جاي لنا احنا العرض بتاع نجم الساحلي ما راحش للدكتور حسن. وجيب شكل رسمي لنادي الزمالك طبعا. فانا بقول لك يا دكتور حسن يعني خلي العلاقه محترمه بيني وبينك والعلاقه محترمه بيننا وبين اسوان جميله. واحنا عندنا اصلا اسماعيل يوسف اسوان وشيكابالا. لا وانا عارف ان حضرتك بتعتز بشعب اسوان جدا كمان ومن الناس باهل اسوان يعني. وانا مش عايز اخش في مهاترات مع الدكتور حسن ولا مع نادي اسوان. طيب حضرتك اتفقت خلاص مع النجم الساحلي يا فندم على رزاق ولا لسه؟ لا هم بعتوا عرض $100,000 واحنا رفضنا. حضرتك طالب قد ايه؟ عرض سنه و50,000 دولار لما النجم الساحلي ياخد البطوله بتاع افريقيا تعرف اللي هو مكمل في ابطال الدوري. مظبوط يا فندم. حضرتك طلبت اكتر يعني يا سمشار ولا يعني لا لسه ما طلبتش احنا بس عايزين نخلص من الماتش ده وماتش الاهلي ان شاء الله عشان نفوق للعيبه اللي عندي بقى. يعني انا بصراحه عايز اخلص الماتش بتاع النهارده وعندي بقى توقف ماتش الاهلي ان شاء الله يوم الاثنين وبعدين في توقف. في التوقف ده هنعرف نطهر الفريق من المتآمرين والمتخاذلين واللي مش عارفين قيمه الزمالك واللي مش قد تيشيرت الزمالك. بعد الماتش ده عمر صلاح حضرتك تثق فيه سياده المستشار انه حارس مرمى الزمالك انه يتواجد النهارده في مباراه الاهلي؟ الولد انت عارف الولد ده عمره واقف. ده صحيح. وده مأزق هو الولدين حاطينه فيه. تمام؟ لكن مفيش نادي بيقف على بطوله ولا على لاعب ولا على جون ولا رئيس نادي ولا على جهاز فني. بس بقول للجماهير عشان ما تدموش حد دي الصنف اللي عندنا. ده الصنف اهو اللي انتوا كنتوا له ياخد دوري وكاس وافريقيا. لما وصلوا الملايين ادي الشكل بتاعهم. لما كانوا بالملاليم ولسه جايين ببيجامات كانوا محترمين النادي ومحترمين الفانيلا وموتين نفسهم عشان يوصل لرقم واحد. لما وصل رقم واحد يقول لك لا خلاص انا واحد والزمالك رقم 10. عمر الزمالك ما يبقى 10. هو عمر الزمالك ما يقف على حد سياده المستشار. هل ابراهيم عبد الخالق سياده المستشار خلاص قعد بحضرتك امبارح ابراهيم عبد الخالق وخالد قمر وحازم امام. خالد قمر خلاص هيعود لنادي الزمالك سياده المستشار يعني ان شاء الله وياسر ابراهيم باذن الله ان شاء الله. وكوفي سياده المستشار اللي هو وكوفي بس بنشوف الاجنبي الرابع دوت ربنا يسهل يعني. في محادثات في اجتماع هيبقى مع اتفقنا يوم 24 بعد افتتاح البطوله العربيه كل الانديه 18 عشان نناقش الاجنبي الرابع وخاصه يعني انت عارف دلوقتي السعوديه بتجيب 6 يعني بصراحه 6 اجانب. خلي بالك يعني خلاص اعتقد قرار اتحاد الكره ولا لسه في كلام سياده المستشار انه 3 لاعبين؟ الماتش يعني هيقعد مع الانديه كلها وده يعني هو
ديمقراطي قال لك لا توصلوا له، انا موافق عليه. بعد استشاره الانديه يعني هياخد راي الانديه ويشوف ايه الصالح يوم 24 شهر. هو اصلا انت ممكن تأيد 4 وما تأيدش في القايمه، يعني يلعب على 3. تمام. بالك، او تأيد 4 واحد تحت السن، يعني ده كله وارد في التفكير. حلول مقترحه يعني. لكن في النهايه اللاعب المصري بياخد 5 مليون في اقصى لاعب على فكره من افريقيا